أيها السيدات والسادة، تقف سوريا اليوم على مفترق طرق. لقد خطونا خطوات حاسمة نحو الاستقرار. أفرجنا عن المعتقلين السياسيين الذين عانوا في سجون النظام الأسد، وحافظنا على مؤسسات الدولة من الانهيار، وأطلقنا حوارات وطنية، وفتحنا أبواب بلادنا بشكل غير مسبوق أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ولجنة تقصي الحقائق. ولقد تعاوننا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة أي مخلفات لبرنامج النظام البائد الكيميائي، وشكلنا حكومة جامعة وشاملة، ووحدنا الفصائل المسلحة تحت راية جيش وطني موحد، وأبرمنا اتفاقيات تاريخية مع القادة الأكراد لتجنب أي نزاع مستقبلي. وحين أشعلت فلول نظام الأسد الطائفي العنف في الساحل، تصرفنا بسرعة وشكلنا لجان سلم أهلي وفرق تحقيق، وقد نال كل ذلك اعتراف مجلس حقوق الإنسان في قرار صادر بالإجماع الشهر الماضي. إننا نفعل ما بوسعنا لمنع النزاع، ولكن سيداتي وسادتي، من دون دعم اقتصادي وسياسي حقيقي لمنع تصاعد التوترات الجديدة، تبقى جهودنا مهددة بالانهيار.